مش يجيب الصيد من وذنه. ما ولا مدرب جاي يلقى فريق ما استدعاهش هو، مش يقدم أداء، مش يحاول ينظم الأمور، مش يحاول يخدم على النفسية ويحاول يلقى نتيجة. لكن بالنسبة لي أنا هيهات اللي مداته الجامعة باش تكملوا وسائل الإعلام. يا خويا شنو هذا؟ يا رسول الله، هاو طرد المسؤولين من نزل، هاو فرض انضباط، هاو ما نعرفش شنو في المرمى، هاو الدحمان مش يرجع للبنك، هاو درا شنو. اول حاجه الساعه باش تكونوا متفاهمين، راهم هذوكم هما اللاعبين التوانسه اللي عندنا. مش تقول لي اختيار ولا اثنين مبدلين نمشي معاك، وفي النهايه هي اختيارات. لكن بالنسبه لي انا هذوكم افضل ما فما في تونس، مع شويه استثناءات نجموا نحكيو فيها بعد ان شاء الله بعد كاس العالم. لكن بالنسبه لي انا ماهوش مش يجيب الصيد من وذنه. راهو راهو بالنسبه لي لقى مجموعه محطمه نفسيا، مجموعه محطمه بينات بعضها، محطمه من ناحيه النتائج، مش يحاول يرمم الامور ويخدم معهم. مباراه اليابان راهي صعيب، راهو حتى كثلاثه بلاش اللي عطينا لها قبل راهي ضد فريق ثاني ماهوش اليابان الاولاني، وكانوا اغلبوا من المحليين. توا بالنسبه لنا احنا ربي يسترنا من نتيجه كبيره، ونحاولوا نقدموا اداء يحفظ ماء الوجه، خاطر يشرف بالنسبه لنا احنا تعديناها المرحله هذه. وهنا جايينكم راهو يا جامعه ويا وسائل الاعلام.